السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم هدير من قناة بنت من البنات. رجعت لكم النهارده تاني عشان نكمل بقى الجزء التاني من اطقم السرير. عشان انا كده يعني ايه، عملت معاكم بقى الاعداد بالظبط بالظبط، وبالكمان وريتها لكم. وان شاء الله استنوني كمان الفيديو الجاي، هكتب لكم بقى كل حاجة بالظبط، بقى كل المفروشات، كل اللي بتفرش على السرير بقى ايه اللي انا جايباه بالظبط بالورقة والقلم زي ما بيقولوا كده. عشان اي بنت بتسالني على الاعداد يبقى انا عامله لها بقى ايه كل حاجه بالظبط، عشان لو انا نسيت حاجه كمان هحصرها لكم بقى في كلها في فيديو واحد. وهنزله برضك ان شاء الله كده، هيكون فيديو مختصر كده. ان شاء الله استنوني. انا هكمل بس معاكم النهارده بقيه الملايات. انا جايبه بقى الملايات ايه، انا وريتكم قبل كده 5 اطقم سرير، والنهارده برضك هوريكم 5 اطقم سرير. يبقى انا كده جايبه كام؟ 10 اطقم للسرير، 10 طقم للسرير، وجايبه 2 لطقم الاطفال. فانا شايفاهم ده يعني ايه مناسب، انا شايفاهم دول كده مناسبين. انت براحتك، حابه تزودي حابه تنقصي براحتك، دي حاجه ترجع لك. بس انا جايبه زي ما قلت لكم، انا بهتم بالكميه اكتر من ان انا اجيب حاجات، بهتم بالكيفيه يا رب اكتر من ان انا اجيب حاجات كتير. فانت براحتك، انا بعرض لك اللي انا جايباه عشان لو حد حابب يستفيد يعني. لكم بقى اول ايه، اول طقم معايا هو مش في كرتونه كده، هو يعني بره، بس برضك هو قطن 100%. قلت لكم زي ما قلت لكم، اهتم يا جماعه بالكيفيه مش بالكميه. هو ده شكله، هو ده الرسم، تبقى الرسمه اللي عليه. بس هو مش انا جايباه اللون ده، وانا جايباه احمر في ابيض كده حاجات كتير. اهو بصوا ده كده، واهو يعني مش طبعا مش باين بس هو زي ما قلت لكم قطن. بس عموما هي دي الرسمه بتبقى بتاعته. في منه اشكال كتير وحاجات كتيره، زي ما قلت لك كل حاجه بتبقى يعني تبع نفسيتك انت، وتبع انت عايزاه ايه واللي انت حباه. هتلاقي من اطقم السرير دي ما شاء الله يعني، فانت اختاري اللي انت عايزاه. ده اول واحد، ده اول طقم. تاني طقم اسمه معرفش النور باين او حاجه، اهو اسمه النور. ده كده شكله، هفتحه لكم بقى اوريه لكم. هو كده برتقالي برتقالي اللون. بردك على فكره قطن. كل اللي انا قلت لكم انا جايباهم كويسين يعني، عشان ايه مش جايبه حاجات. قلت لكم انا بهتم بالجوده زي ما اقولها كل شويه، عشان ايه كل واحد براحته بردك زي ما قلت لكم. هو ده بردك شكله. هو استني ما اجيب لكم الكرتون عشان اوريكم شكله. مهم. ادي شكله، بصوا ده شكله. هو برضك مرسوم من النص كده، شبه واحد انا كنت وريته لكم الفيديو اللي فات. اهو بصوا، اهو ده كده. ده كده شكله برضك في هو نفس الطقم، بس شكل تاني يعني. انا جايبه من ده كان تقريبا لونه فوشيا اللي انا وريته لكم، اللي هو من ابو العياش جروب برضك ده. ده انا جايبه منه الفوشيا، وجايبه منه اللي هو البرتقاني ده. فايه ده ايه تاني واحد وريته لكم معايا. ده بس ده فيه طقمين على فكره. برضك اسمه النور. برضك اسمه النور زي ما قلت لكم، بس ده فيه طقمين، انا حاطه فيه طقمين لان العلبه بتاعت دي مش عارفه عملت فيها ايه. هو لونه واحد كده احمر، والتاني كده احمر في معرفش في لون كده تاني. بصوا اهو، اهو ده واحد، ده شكله بصوا ده الاولاني الاحمر ده اهو. انا تعبه نفسي ليه اهو. بصوا ده الاحمر كده شكله، ده اول واحد ده الاحمر ده. وده التاني برضك احمر، بس نفس ايه، بس يعني افطح شويه يعني، على فوشيا شويه. ده ايه ده التاني والتالت مع بعض، انا حاطهم في بعض لان الكرتونه بتاعته التاني استخدمتها. مش هعرف اشيل بقى اجيب الرابع. لا اخر واحد بقى اللي هو الخامس مش الرابع. بصوا ده عاجبني قوي قوي بصوا ده جميل جدا بصوا ده شكله اهو، اهو مش حلو قوي على فكرة جدا جدا. طبعا بشكره في حاجتي مش عارفة ليه، ما تزعلوش او تقولوا مغرورة والله، بس انا بقول يعني اللي بيجي في دماغي. وبرضك اسمه روائع البيومي، هوريكم الرسمة بتاعته صحيح اهو. ده الرسمة بتاعته، لا مش شقلوب ده الرسمة بتاعته، شفتوا بقى انه جميل حلو قوي على فكرة. برضك في منه الوان كتير اهو، في منه الوان كتير، بس متهيألي ده اللون احسن يعني ده احسن لون يعني. اهو ده شكله حلو قوي. ده بقى بتاعي اهو، شكله حلو قوي 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 وجميل يعني. زي ما انا قلت لك الحاجات دي بتبقى حسب راحتك انت النفسيه. ده الرابع، ده خامس طقم معايا.
قلت لك ده الخامس معايا، يبقى انا كده وريتك 5 اطقم سراير كمان، وغير الخمسه اللي فاتوا يبقى انا جايبه 10 اطقم سراير. يبقى كده انا جايبه 10 اطقم سراير. بقولها تاني اهو، كل واحده على حسب مقدرتها. انا ما بقولش لحد، انا بقول للبنات اللي بتسالني انا جايبه قد ايه. انا جايبه 10 اطقم سراير. ده اطقم السرير. اخش بقى على بتاعه الاطفال. انا جايبه طقمين بس. بصوا، ده اول طقم اهو، اسمه رماس. اهو باين، رماس. هشيله بس اوريه لكم. ده شكله، هوريكم بس الرسمه الاول هنا. مش عارفه بنسى اوريه لكم من هنا. بصوا، هو بتاع الاطفال، وبيبقى فيه اتنين اللي هما الاتنين بتوع الاطفال دول اهم. بصوا ده شكلهم. بس انا جايبه الالوان اللي هو الاصفر في الليموني ده. آه يعني شكله حلو لطيف. الالوان دي بتبقى مبهجه يعني. انا بحب الالوان دي، بتبقى لطيفه يعني. انا بحب الدباديب عموما. فده اول طقم بيبقى فيه ملايتين زي ما وريته لكم. اوريكم الطقم الاخير. ده طقم روائع بيومي برضه. ده انا مكتشفه ان انا جايبه من روائع بيومي ده كتير قوي. كان المفروض يعمل لي خصم. ده انا جايبه منه حاجات كتير قوي. برضك على فكره برضك قطن 100% اهو. مش عارفه باين ولا لا. قطن برضك 100%. ده شكله. ده شكله لطيف قوي. رسومات برضك. اوريكم الرسمه بتاعته بس بالشقلوب كده. ده الرسمه بتاعته اهو. ده الرسمه اللي هي على الملايات اهي. هو بيبقى فيه هو بيبقى فيه زي ما قلت لكم ملايتين للسراير. كل واحده فيها ملايتين. يعني دول يعتبروا 4 ملايات. فانا بقى ايه يعني كده ختمت معاكم بقى الملايات بتاعت السرير النهارده. عشان نكمل الفيديو بقى. أو مش نكمل الفيديو، نكمل بقى اطقم السرير كلها. يبقى انا زي ما قلت لكم انا جايبه 10 اطقم للسرير العادي الكبير واتنين للاطفال. ده انا اللي جايباه، واللي انا شايفاه مناسب بالنسبه لي انا. وزي ما قلت لكم انا بهتم ان انا اجيب حاجه كويسه اكتر من ان انا اجيب كميه. وكل واحده برضك بترجع لكل واحده وحسب مقدرتها. فانت حابه تجيبي اكتر، حابه تجيبي اقل، دي حاجه ترجع. وان شاء الله استنوا الفيديو الجاي بقى ان شاء الله. هكتب لكم كل حاجه بالتفصيل بقى، بما يخص بقى ايه الملايات والفوط والبطاطين واللحفه وايه تاني. ويعني ايه، هعمل لكم فيديو ايه مختصر بقى ايه كل حاجه تخص السرير يعني. ان شاء الله الفيديو التاني، وهكتبه لكم بقى بالورقه والقلم زي ما بيقولوا، عشان ايه يبقى انا خلصت معاكم كل حاجه بتاعت المفروشات والاغطيه وكده. فان شاء الله استنوني في فيديو تاني. ورب تكون النهارده الحاجه عجبتكم، عرفت اردها لكم. حاسه ان انا متلخبطه شويه، بس ايه ان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.